السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس بخير؟ اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي هي كيش معمر. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه. من بين المكونات ديال هذه الوصفه كتحتاج هذه الوصفه الدقيق الابيض. عندنا دقيق ابيض 250 غرام، دقيقه الحلويات 125 غرام الزبده بحراره المطبخ، حبه بيض، هذا الثوم بودر طيب باش نسمو، الملح، هذا الزعتر تيبقى باش غادي نسمو هاد لاباط. المهم غنبداو ان شاء الله. غنوضعوا الزبده دائما بحراره المطبخ. انا كنستعمل الزبده نباتيه. تنجمعوا هاد الزبده مع الدقيق. هاد لاباط تعجن غير بالاصابع هكا. على هاد الطريقه هادي نستمروا حتى تنجمعوا الزبده مع الدقيق. كنرملوها كي تنقولوا مثل عجينه، المهم عجينه الكيش هادي تترمل. وتنسجموا هاد الزبده هادي مع الدقيق حتى ما تيبقاوش هاد كويرات الزبده، ما تبقاش لينا الزبده مكوره. يعني كندخلوها مزيان مع الدقيق. هادي تجي ساهله. نستمروا حتى تنكملوا. تكون كميه الدقيق 250 غرام. المهم تستمروا حتى تنسجموهم مزيان الزبده مع الدقيق. الطريقه هذه تنحاولوا نحكوا بقرون الاصابع هكا، نخلطوا مزيان الزبده تدخل مع الدقيق. تجي واحد الوصفه الا تبعتوا الطريقه اللي عطيتكم والقياس اللي عطيتكم ديال المقادير المكونات كنقولوا، غادي تجي الوصفه رائعه. وكتجي واحد العجين، واحد لاباط ديال الكيش اللي ما تتعذبناش اثناء التحضير. ها تنكملوا هاد مزيان مع الدقيق. عطاتنا هاد العجين، هاد الخليط في الطريقه هادي، يعني مرمل. المهم تندخلوا مزيان. تنوضعوا هاد الحبه البيض، البيض حبه بيض. تيبقى لينا الملح تنديرو غير رشيشه الملح، منديروش الملحه كثيره على حسب الفرماج. تنوضعوا تنضيفوا بودر الثوم المجفف، نص معلقه صغيره الثوم المجفف. تيبقى غير تعطي واحد النكهه لهاد لاباط جديد. رشه الابزار تنديروا واحد شويه رشيشه الابزار. الزعتر المنسم تيبقى على حسب الذوق اللي بغى ينسم. اي المهم ديروا واحد شويه الزعتر تنسموا به هاد لاباط، تعطيها واحد النكهه، واحد اللذه. سمحوا لي مع المهم هاد الزعتر تيبقى على حسب الذوق اللي بغى ينسم باي نسيم. كاين كيدير اللي يبغي يدير اليازير، يبغي يدير ورق الرند مطحون اولا الزعتر مطحون، اي حاجه تيبقى منسمات تيبقاو اختياريين. اللي تيعجبو ينسم باي حاجه ينسم بها، داكشي تيبقى نكهات. المهم تنستمروا في الطريقه هذه حتى تنجمعوا هذا العجين هي بالقرون الاصابع ديالنا. العجين ديالنا بعد ما وجدت في الطريقه هذه، العجين ديالنا وجدت على هذه الطريقه. غادي ندخلوها نديروها نوضعوها في واحد
بلاستيك غذائي ندخلوها للثلاجه تقريبا واحد نصف ساعه، نرجعوا بلا ما خرجناها من الثلاجه، خليناها تقريبا نصف ساعه في الكونجيلاتور. دابا غادي نوضعوه هنايا في بابيات في المطبخ ونسرحوا عليه هذا العجين، نسرحوا به هذا العجين ونستمروا بهذه الطريقه هذه، كنسرحوا مزيان. عجين عطيتي بحال العجين ديال الصابلي، عجبتني كيفاش هاد لي باط هكا داكشي. المهم كنستمروا بالطريقه هذه، كنسرحوه على الشكل ديال المول اللي عندنا. ها حنا سرحنا العجين ديالنا مزيان على هذا الشكل هذا، غنستمروا بهذه الطريقه حتى تنكملوا. المهم دابا غادي ندوزو باش نشوفوا العجين ديالنا. كنديروا هاد الورق في المطبخ على هاد السمك هذا، ها هي. دابا غادي ندوزو للمول ديالنا باش نوضعوا فيه العجين بهاد الطريقه هذه. غادي نقادو مزيان بهاد الطريقه هذه، كنقادو الجوانب ديال العجين، ما تنحيدوش هاد الورق المطبخ حتى كنقادو الجوانب ديال المول. كنهبطوا العجين بهاد الطريقه هذه، تستمروا حتى تنعمروا الجوانب ديال المول بالعجين. كنستمروا هكا حتى تنعمروا الجوانب ديال المول ديالنا بالعجين بهاد الطريقه هذه. تنضغطوا في الوسط، تنضغطوا باصابع ديالنا، تنشوفوا العجين واش عمرت الجوانب ديال المول. المهم غادي نحيدوا هذا العجين الزائد، نحيدوا الورق ديالنا بهذه الطريقه هذه، نزولوا هذا الورق المهم ها تنستمروا تنقادو مزيان، نعمروا الجوانب مزيان، ما نخلوش شي بلاصه اللي هي خاويه فارغه من العجين، لا نعمروا كل شيء جوانب حتى تتقاد مزيان بهذه الطريقه هذه. ها المول ديالنا. المهم العجين خدا الشكل ديال المول كله. المهم تنديروا المدلك بهذه الطريقه هذه باش نحيدوا الزوائد العجين. ديروها بالطريقه هذه بالمدلك يدوي. المهم ملي تتقاد مزيان ديروا هذا الشكل هذا، كندوزوا المدلك ديالنا بهذه الطريقه هذه باش يقطع لينا الفائض ديال العجينه، وتنزولوه. هاد العجين هذا ما تنضيعوش، هاد العجين غنديروا به واحد الكيش صغار، نديروا به ميني كيش ما نضيعوش بهاد الطريقه هذه. دابا غادي نديروا واحد الفورشيت. ها هي العجين ديالنا خدا الشكل ديال المول، العجين خدا شكل المول مزيان بهاد الطريقه هذه. تنزولوا جميع هاد الزوائد. المهم ها هو العجين ديالنا. تناخذوا واحد الفرشيط وتنديروا الثقاب في المول كله، الثقاب. هاد العجين هذه ما تتنفخش الا جربتوها بهاد الطريقه، وهاد المقادير المكونات اللي عطيتكم راه مجربه اكيد ما تتنفخش، بلا ما نحتاجو نعمرو لا حتى بشي حاجه الحمص ولا نوضعو في الوسط ديالها، لا. هاد الطريقه هذه ونديروا ثقاب العجين بهاد الطريقه، ندخلوها الفرن تتحمر شويه العجين ديالنا، وغادي نخرجوها ونوجدوا ان شاء الله الحشوه باش غادي نعمروها.
ونتلاقاو دابا من بعد ما شعلت الفرن ديالي 160 درجه الحراره. غادي ندخل العجين ومن بعد نتلاقاو باش نحضروا الحشوه ديالنا. من بعد غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي غادي نوضعوا في هذيك لاباط غريزي. غادي نديروا المقلاه ما تتلصقش، نضيفوا ليها واحد المعلقه زيت نباتيه، تقريبا معلقه كبيره الزيت، زيت نباتيه بالطريقه هذه نضيفوها. من بعد الزيت غادي نوضعوا حبه بصل مفروم رقيق. انا تنحك البصل باش طيب هي وتشحر لينا حبه بصل. نفرمو مزيان هاد البصيله ولا نحكوها، هاد البصل هكاكا باش دغيا تذوب وطيب. المهم غادي ندخل هاد الزيت حتى تشحر ويتغير اللون ديال البصل. غندير لها واحد شويه رشه ملح، شويه الثوم، بس معلقه صغيره الثوم، واحد المده. غنضيفو رشه الابزار، ديال شيشه الابزار. هادو هما التوابل اللي تحتاج هاد الحشوه. انا ما تنديرش فيها التوابل بزاف، هادشي اللي تحتاج هاد الحشوه هادي ما كنديرش فيها التوابل بزاف. الملح وشويه الثوم، نكهه الثوم بودر يعني الثوم مجفف، ونص معلقه صغيره الابزار، ابزار ابيض. المهم اللي كاين عنده الفلفل الاسود يستعملو ماشي مشكل، المهم اللي موجود نقطيو به. ونستمروا في التحريك حتى تشحر لينا هاد البصل ديالنا مزيان. غادي نوضعوا اللحم مفروم. هي كفته، انا خديت كفته البقري. اللي بغى يدير كفته غلمي او لا كفته الدجاج لا لدان اللي موجود، فيها شويه المعدنوس، قطعت فيها شويه المعدنوس رقيق وتنحركوها مزيان. اللي بغى يدير في هذه الحشوه الطوب يديروا شحر البصله مع. نضيفوا الزيتون، نضيفوا الزيتون، نضيفوا الفطائر لي الشامبينيون، حتى تجي واحد الحشوه لذيذه ان شاء الله. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الكفته كتبقى اختياريه، اللي يدير كفته الغنم بقري اللي بغى يدير كفته الدجاج ولا اللبن ماشي مشكل. المهم اللي في المستطاع اللي موجود بالنسبه للكفته. هكا كنستمروا حتى تشحر لينا كلشي هاد المكونات هذه وما تتبقاش. غادي ندوزو باش نحضروا الصلصه اللي غادي نديرو فوق الحشوه. من بين المكونات اللي كتحتاج هاد لاباغي كيش 2 حبات البيض بحراره المطبخ، جوج حبات البيض. من بعد زعما نخدموا مزيان هاد الحبات البيض، 2 حبات البيض. غنديروا شويه الملح، دائما الملح شويه مع الفرماج، الملح شويه الابزار، رشيشه الابزار. غنديروا واحد الياغورت طبيعي، نديروا ياغورت طبيعي. الياغورت الطبيعي نديرو واحد. اللي بغى يدير هاد الصلصه اللي بغى يدير فيها المطاط يديرها، حتى هي تتجي واحد اللذه، تعطي واحد اللذه فيها رائعه.
هاد الحليب الا جاتنا مجمده، الا جانا هاد لاباغي جامده شويه ثقيله، كنزيدو شويه الحليب. شوف انا جاتني ثقيله شويه، غنزيد شويه الحليب باش تعطيني القياس اللي بغيت. انا نصف كاس الحليب ما درتوش كله. المهم بعد ما تنزيدو داك نصيص الحليب باش تجينا في هذا الشكل هذا، ما تكونش ثقيله. غادي ندير واحد شويه الفرماج احمر باش يعطينا اللذه لهذا. جدناها تنزيدو شويه الفرماج، كنخلطوها مزيان. ها هي لاباغي كيش وجدات ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نعمرو هذاك الكيش ديالنا. من بعد ما بردات الحشوه غادي ندوزو باش نعمرو الكيش ديالنا. من بعد ما خرجنا الحشوه الكيش ديالنا من الفرن، الحشوه هي بردات، غادي نوضعوها في الوسط، نوضعوها ونسرحوها بهذه الطريقه هذه باش جميع الجوانب نعمروهم. المهم تبقى دوها بهذه الطريقه هذه. ممكن نستعملوا يدينا ماشي مشكل. وغادي نديروا ليها هاد الصلصه. بعد ما درنا الحشوه ديالنا غنضيفوا ليها هاد الصلصه، اي لاباغي كيش هادي. بسم الله. نحاولوا نقادو الجوانب بهذه الطريقه، حاولوا نقادوها بهذه الطريقه هذه. نوضعوا الفرماج احمر، غادي نوضعوا الجبن الاحمر وندخلوها الفرن. بعد ما سخن الفرن ديالنا 160 درجه الحراره، بعد ما تطيب غادي نتلاقاو. دابا ندخلوها الفرن ان شاء الله. دابا غادي ندخلوها الفرن، ومن بعد ما تخرج غادي نتلاقاو ديالنا. من بعد ما خرجناه من الفرن هاكاش ديالنا وجد في طبق التقديم. من بعد ما خرجناه بحشوه بسيطه وبطريقه مبسطه جدا وبشرح مفهوم. وتنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد المكونات ديال هاد الكيش وتنال الاعجاب ديالكم. واشتركوا في القناه ديالنا. بالنسبه للجدد ضغطوا على الجرس باش يوصلهم دائما الجديد. وبالنسبه للمشتركين ديالنا تنشكرهم بزاف على التعاليق وعلى المشاهدات ديالهم. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. دابا ان شاء الله غادي نقطعوا واحد المغصو ديالنا مع واحد المغصو معكم باش تشوفوا الكيش ديالنا كيف طلع. ها هو تيجي هشيش من الداخل وفتي. بالنسبه للتقطاع ديالو بطريقه بسيطه. هذا ناخذ سمحوا لينا ماشي مشكل. ها هو بعد ما قطعنا معكم راه تتجي واحد الكيش رائع رائع. تنتمنى ان شاء الله تجربوه. وبالصحه والراحه.